سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم. مبادرات مدنية جزائرية تطالب تبون بإعادة فتح الحدود الجوية مع المغرب. قبل البدء في تفاصيل الخبر نتمنى من الله إلا عجبكم محتوى القناة تنضموا لعائلتنا بالضغط على زر الاشتراك وكذلك الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناة. عقب الزيارة التي قام بها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، تبلورت مبادرة مدنية يقودها عدد من السياسيين والمثقفين الجزائريين من أجل إعادة العلاقات بين البلدين. وأعرب عبد الوهاب اليعقوبي عضو مجلس الأمة الجزائري عن مخاوفه من إغلاق المجال الجوي بين المغرب والجزائر، فضلا عن الرحلات الجوية النادرة التي تربط بلاده بإسبانيا. ودعا السيد اليعقوبي الذي يترأس هذه المبادرة الجزائرية إلى النظر في إعادة فتح الأجواء مع المغرب، مذكرا بحالة المسافرين الجزائريون المقيمون في المغرب وإسبانيا يواجهون صعوبة في السفر إلى بلادهم، حيث إن الرحلات الجوية نادرة جدا بين الجزائر وبرشلونة وتنعدم في حالة المغرب والجزائر. يقول السياسي الجزائري: وقررت الجزائر قطع العلاقات مع المغرب وإغلاق مجالها الجوي في غشت 2021، وبررت قرارها هذا بالأعمال العدائية المغربية وفق تعبيرها، متهمة الرباط بتهديد أمنها واستقرارها. ولطالما دعا الملك محمد السادس القادة الجزائريين إلى فتح قنوات الحوار من أجل تجاوز فترة الجمود التي تتبع العلاقات بين البلدين، لكن دون أن تلقى هذه المبادرات الملكية تجاوبا من النظام العسكري الحاكم.